VIP rule أو قاعدة VIP. لو انت واقف في الطوارئ أو كنت في الاي سي يو وكان في مريض شكيت انه شوكد، قاعدة VIP دي بتوفر لك خطوات مرتبة وبسيطة بتتعامل بيها مع حالات الشك كإسعافات أولية بغض النظر عن نوع الشك أو سببها. كل حرف من كلمة VIP بيعبر عن إجراء معين. تعالوا نعرفهم سوا. أول حرف معانا حرف ال V وده بيشير إلى ventilate. لازم تضمن إن العيان بيتنفس بشكل كويس، وتطمن على أكسجين saturation، وتعمل ABG تحليل غازات دم شريانية علشان تقرر هل هتحط العيان على جهاز تنفس صناعي ميكانيكال فنتليتور ولا هتحطه على أكسجين سيرابي عادي. تاني حرف معانا حرف الاي وده بيشير الى انفيوز ودي جاية من انفيوجن. وفي الخطوة دي انت هتدي العيان محاليل وردية اي في فلويدز زي الرينجر لاكتيت او محلول الملح عشان تزود الانترافاسكولار فوليوم وترفع ضغط الدم، وبالتالي تحسن البرفيوجن للأعضاء. البي ودي تشير إلى بامب مضخة، وهنا يقصد الهارت والبلاد فيزلز. وفي الخطوة دي انت هتدي العيان حاجات ترفع ضغط دمه زي الفازوبريسورز ادرينالين ونور ادرينالين، والاينوتروبس دوبامين ودوبتامين، وده في حالة ان سبب الشك كان مشكلة في القلب زي الام اي مثلا. والخطوة دي بتتعمل في حالة ان الخطوتين الاولى والتانية ما جابوش نتيجة والضغط مازال منخفض والعيان not improving. تاني، V تشير إلى ventilate، I تشير إلى infuse، P تشير إلى pump. V هتطمن على الفنتيليشن والاكسجينيشن، I هتدي العيان IV fluids، P هتدي العيان vasopressors أو inotropes. وبس كده. لو عجبتك المعلومة بتاعت النهاردة ادينا فولو. سلام.